ادي اهو انا هتني عليها. شايفين التانية دي جلابية انا تانياها اهي، لو ظاهرة عندكم شايفين. والتانية اهي زي الفل تانياها كل الديل اهو، مفيش اي مشاكل. اهم حاجة بس تعرفي تتعاملي معاها ازاي، هي مش صعبة ولا اي حاجة. شايفين اهي زيها زي اي مكنة عادية. ادي اهي لو ظاهرة معاكم اهي، ادي الخياطة من فوق ومن تحت. ادي التانية اهي، التانية اهي. السلام عليكم يا جماعة. المكنة دي زيها زي المكنة اللي انت بتشتغلي بيها اللي هي الكبيرة، تمام كده. فانت لو بتعرفي تشتغلي على المكنة الكبيرة هتعرفي تشتغلي على دي. طب لو انا ما عنديش مكنة كبيرة وما اعرفش اشتغل عليها، يبقى اللي هو ممكن تتعلمي وتتدربي فيها، ممكن تتدربي فيها وسهلة جدا وبسيطة واستخدامها سهل قوي، تمام كده. يلا نشوف مع بعض. ادي فيها من ناحيتين اللي هو الاتنين السوكت اللي داخلين دول. واحد للدواسة، الدواسة دي اللي بتحطيها تحت رجلك، تمام كده. وواحد اهو اللي بنحطه في الفيشة. لو اللي هو مش طايله معاكي، هاتي مشترك ووصليه بالكهرباء وسهل ان انتي توصلي لها. طب لو الدواسة قصيرة معاكي، طقطقة صغيرة حطي عليها المكنة وتقدري ان انتي توصلي لها برجلك، تمام كده. طيب اكتر حاجة ان احنا بنستخدمها الدواسة، لان الدواسة سهل استخدامها تحت الرجل، ان انتي بتتحكمي في القماشة وانتي شغالة بيها. طيب الحاجة اللي دايما بقى بتوقع الناس، اللضمة بتاعة المكنة زيها زي المكنة العادية يا جماعة. يعني هي دي ده المكوك، ده اسمه مكوك. طيب انا هوريكم بنلضمه ازاي. ادي دي بتتفك كده وتقومي لضمه المكوك وتركبيه تاني اهو، تمام كده. تبداي تلضمي، تجيبي الخيط تلضميه، تمشيه في الخروم دي. ادي خرم وتمشيه من هنا. دي سوسته، دي سوسته بتوسع. ادي بتضيقيها وتوسعيها عشان خاطر شدة الخيط، تمام كده. طيب الافضل طبعا ان احنا نستخدم خيط نظيف عشان ما يقطعش معاكي وانت شغاله. وادي بنمشي الخيط بالشكل ده. ادي في الخرم ده وفي الخرم ده اهو، وادي في الخرم ده، وادي كمان هنا. اللي هو شوفي التفاصيل، اللي هو تمشيه خطوه خطوه. هتقولي ان هو بيكلكع معايا، اكيد انت مش ماشياه صح. وتقومي لضماها في بتاع ده، في الابره معاكي من تحت، تمام كده. طيب ادي بصوا معايا ايه، فتلتين اهم. دي الفتله بتاعت الابره اهي، اللي هي دي اخرها هنا. ودي الفتله اللي طالعه من تحت، اللي انا جايباها من تحت، دي بتاعه بيت المكوك اللي هو جوه بيت المكوك اهو، تمام كده. ادي بنسحب الغطا ده كده، نسحبه كده، تمام كده. طيب لما المكوك اللي جوه ده بيخلص بنقوم ايه، في اهي في فاصل اهو للصباع، تقومي رافعه المكوك كده، تمام. وهوريكم ازاي بنلضم المكوك. وبعدين بتجيبي اللضامه. ادي الحاجات اللي جت مع المكنه، دي حاجات جت مع المكنه. ادي مديكي 6 مكوكات، 4 هم، وادي 2 مركبينهم، واحد في بيت المكوك اهو وواحد اهو، تمام كده. طيب ال4 دول اللي هو لو عايزه تلضميهم الوان مختلفه. طيب وبيديكي كمان اللضامه دي بنحتاجها جدا عشان نعمل بيت المكوك. اللي هو بتعملي ايه، وخلي بالكم كمان في اللي هو الرفعه بتاعه المكنه اهي، دي بترفع المكنه بتاعتي اهي. طيب دي انا برفعها وبنزلها عشان بتثبت على الهدوم. وادي عندي كمان ده مقص، بنقص بيه الفتله كده، اللي هو بتقصيها. شايفين مفيش اسهل من كده. طبعا بعد ما تخلصي خياطة بتقطعي هنا. وفي كمان هنا زرار للنور، لو الدنيا عندك ضلمه وبالليل ممكن ان انتي تشغلي النور بتاعك، تمام كده. طيب دي حاجه، ده اللي احنا بنلضم بيه. يعني هنا بنرفع دي كده، وتقومي جايبه البكره الخيط بتاعتك اللي انت هتلضمي منها تحطيها هنا. وبعدين هنركب المكوك بتاعنا اللي احنا هنلضم عليه. يعني نجيب مكوك فاضي كده بعد ما يخلص معانا،
ده بتدوسي عليه، ده بيدخل وبيخرج، يعني بيبقى عندك انت داخل تدوسي عليه بيدخل ويخرج اهو. تمام كده. طيب هتركبي عليه المكوك كده، وهوريكم دلوقتي هنلضمها ازاي. طيب الزرارين دول، الزرار ده بدل الدواسة، يعني انت لو مش عايزة تستخدمي الدواسة ممكن اللي هو اون واوف، اللي هو ده كده اللي هو بيخيط، وكده مش بيخيط. انا هشغلها لكم دلوقتي. ده بقى الزرار ده اللي هو سريع وبطيء، انا دايسه عليه جوه عشان مخلياه اللي هو بطيء، اللي هو ماشي عادي السرعه هاديه تمام عشان اقدر اتحكم فيه. طب عايزينها سريع، اللي هو دوسي عليه، اللي هو دوستين دوسه لجوه يبقى بطيء، وكده يبقى سريع. تمام كده. طيب يلا نشوف مع بعض بقى ونجرب ما قدام عيننا بنعمل ايه. طب قبل ما نجرب قدام عيننا، بصوا كمان في ابره بتيجي معاها. لو الابره بتاعتك اهي، ادي الابره اهي، الابره بتاعتك بتاعه المكنه باظت او اتكسرت، ممكن تفكيها من هنا، ادي البكره دي تفكيها من هنا وتركبي الابره بتاعتك تاني. بس اهم حاجه بتكلكع معاكي، لازم تمشي خيط سير الخيط ده يمشي صح. تمام كده، يمشي صح. وانا ممرره، شوفوا ممرره الخيط من تحت ازاي، من تحت البكره دي مش ممرراه عشان خاطر ما يعقدش معايا، يعني اللي هو كده ماشي بسلاسه. طيب يلا بينا. ادي اهي، تعالي بقى نجيب حته قماشه، انا هبين لكم اهي في قماشه، شايفين قماشه تخينه معايا اهي، وكمان فاتحه عشان نشوف مع بعض. بصي الخيطين اهو، الخيط اللي هو بتاع اللي نازل معاكي والخيط التاني تعمليهم كده. تمام كده. وادي اهو، وممكن كمان ادي اهو نجيبهم لورا كده اهو، توقفيهم كده لورا وتمسكي الفتلتين اهو مع بعض، وتبدأي تحطي القماشة بتاعتك كده. تمام كده. طيب احنا مثلا عايزين نمشي، هنقوم منزلين، شايفين من ورا اهو الرفعة بنزلها واطلعها. طيب انا نزلتها خلاص اهو. طيب ونبدأ ننزل اهو بدي، تنزلي بالبكرة دي اهو نلفها كده، هنقوم منزلين الابرة. طيب بعد ما ننزل الابرة تقومي بقى هتدوسي بالدواسة اللي هي تحت رجلك، ولا هتدوسي بالزرار زي ما انت عايزة. وادي اهو احنا بطيء ولا سريع، مخلينه بطيء. طيب وادي النور اهو، الكشاف اهو الزرار بتاعه اهو. تمام كده. محتاجين ننور هننور، محتاجين نقفل هنقفل. طيب وادي اهو كل خط السير بتاعي ماشي كويس قوي. طيب ابدأ بقى ان انا همشيها اللي هو كده اهي اهي. اهي شايفين، وانا شغاله كمان بايد واحده اهو. تبداي تخلصي معاكي اهو، ادي شغاله زي الفل. تبداي تخليها تمشي على الفاضي حته، وبعدين ادي اهي تقومي جايباها كده بالمقص اللي في الجنب اهو، المقص اللي في الجنب اهو، تقومي قصاها، اللي هو قصاها كده. تمام كده. ادي الفتله اهي لسه، يعني لازم تطوليها شويه عشان ما تفلتش منك وتضطري تلضميها من اول وجديد. ادي الفتلتين اهم مع بعض. تمام كده. طيب شايفين اهي الخياطه اهي، اللي هو من جوه ومن بره اللي هو الناحيتين. شايفين الخياطه عامله ازاي، اللي هي حلوه جدا، اللي هي بس ان انت تعرفي التفاصيل بتاعتها هتعرفي تخيطي عليها وهتبقى سهله بالنسبه لك. هي الفكره كلها انها زي المكنه الكبيره، بس عايزه بالراحه عليها وتعرفي تستخدميها صح ازاي. تمام كده. طيب فاضل بقى نعرف ازاي نلضم المكوك بتاعنا. احنا مش هنقعد طبعا نلضم على ايدينا. طيب ادي اهو جبت البكره ان انا هلضم بيها، احطها هنا اهو. تمام كده. طيب وادي معايا الفتله اهي، تبداي تلفيها كده حته صغيره كده على المكوك بتاعك اهو. تمام كده. طيب وادي دي بتدخل وتخرج، ادي اهي خارجه معايا، نثبتها كويس كده، وهتبداي
لو الخيط عندك راكب في المكنه كده خرجيه عشان ما يكلكعش معاكي، لان هي هتفضل تلف على الفاضي. تمام كده. فانا بشيلها كده من هنا وبوقفها لحد هنا كده، يعني بشيل الفتله واسيبها كده مؤقتا لحد ما الضم معايا المكوك، وافضل بقى اللي هو وهتفضل معايا كده. شايفين بقى انا شلت الفتله ليه؟ عشان خاطر ما تعقدش معايا، تفضل اللي هي متشاله، ما تفضلش الفتله نازله طالعه معايا فهتعقد المكنه. فبشيلها لحد ما الضم المكوك وبعدين برجعها تاني. وبعدين المكوك بتاعي بقى لو مثلا اي مكوك خلص يبقى انا عندي مكوك شايلاه بركبه على طول. اهي سهله جدا وبسيطه. وادي اهي بعد ما لضمت معايا المكوك، شايفين عامل ازاي اللي هو اتلضم معايا. بعد ما الضمه ادي المقص بتاعي اهو، امسك الفتله كده واقوم قصه بالمقص. شايفين مفيش اسهل من كده. هشيل البكره بتاعتي وادخل دي مكانها، وبعدين بشيل المكوك بتاعي وادخل برضو دي مكانها. عايزه تدخليها ممكن تدخليها، عايزه تسيبيها ممكن تسيبيها. وبعدين هنبدا اللي هو نلضم دي تاني. تلضميها هندخلها في دي وندخلها اهو. بصوا انا مرراها من تحت، ممرراها من تحت. وكمان اللي هو لو بتشد معاكي الخيط او بتكلكع هوي دي شويه، يعني دي حاولي دي تمشيها شويه توسعيها. طيب لو بتاع ده لو برضو بتكلكع معاكي خدي بالك ان هي بتبقى شابطه في دي، يعني لفه عليها او لفه على دي، فبتبقى شاده معاكي، فالخيط بيتكلكع في بيت المكوك لان بيمشي على الفاضي. تمام كده. يعني المكوك بيبقى ماشي ودي شده اللي هي ما بتمشيش، فلازم اللي هي الشده دي. بصوا يعني الشده دي المكنه بيبقى ماشي كده بيشدها، فانتي عشان كده بتكلكع معاكي. فانتي اللي هو حاولي لما تيجي تكلكع معاكي بصي على دي وبصي على دي، هتلاقيها لفه على حاجه منهم تقومي مسلكاها. تمام كده. طيب وتهوي دي عشان خاطر ما تبقاش شده الخيط، لان بتبقى ماسكاه كده اهو قفشاه، فالمكنه مش عارفه تشده منها، فبالتالي بيكلكع بيت المكوك. هتلاقيه مليان خيط ومتكلكع على بعضه لان هو ماشي مع خيط واحد بس. تمام كده. ايه الخياطه اللي احنا خيطناها اهي. هنعمل واحده تاني، ودي اهي تقومي مثبته على الحاجه اللي انت عايزه تخيطيها، منزله الدواسه اهي من فوق اللي هي دي. تمام. وتنزلي الابره كده نزلت اهي، تقومي دايسه. هتدوسي بقى هتشغليها من الجنب ماشي اهي. هنشغل الزرار اللي في الجنب تمام. هتشغلي الدواسه اللي تحت رجلك تدوسي ماشي اي حاجه اهي. بصوا انا مشغله الزرار اللي في الجنب. لازم تبقي ماسكه بايدك الاتنين كده القماشه عشان تظبطي خط السير اللي انت عايزه تمشي فيه. تمام كده اهي اهي اهي. طيب بعد ما اخلص اهو ارفع الدواسه وارفع الابره بتاعتي لفوق وبعدين اسحبها. طب لو انا سحبتها اسحبها بالشكل ده، ايوه تسحبيها بالشكل ده. لو شده معاكي اللي هو بصي الخيط اهو شدد معاكي، تشديه بالراحه كده وبعدين تمسكي الفتلتين اهم وعلى المقص ونقوم قصينها بالشكل ده. مفيش اسهل من كده. ادي اهو الخيط اهو. شايفين اهي لو فتحنا القماشه هنشوفها اهي. شايفه اللي هي خياطه عاديه خالص زي اي مكنه كبيره، بس هي مصغره مش اكتر. ويا ريت الحاجه اللي هي جايه معاها في اي علبه كريم كبيره عندك او اي حاجه عندك اللي هو حطي فيها الحاجات بتاعتها عشان تستخدميها وما تضيعش منك. المكوك والابره واللضامه. اللضامه دي مهمه جدا لان انت بتدخليها هنا، هي اللي بتسحب لك الفتله بتاعه بيت المكوك. تمام كده. طيب اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.